صباح الخير يلي معانا يلي معانا، الكرم غنى وصحانا والشمس هي طالعة والرخاها والطيرة يتسرحب في سماها. يلا معاها يلا معاها يلا معاها يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنه وانتم طيبين. خلاص رجب داخل علينا، ايام مباركه كلها يا رب، ايام ربنا كلها جميله، ايام جميله وطيبه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم امين يا رب العالمين. نبدا الصلاه كده بالصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. بجد وحشتوني. بعد غيابي الفيديو دوت غبت عليكم شويه، معلش. بمر بس يعني كده بشويه انشغالات كده، معلش والله مشغوله غصب عني، سامحوني. يعني اي حد بيبقى مستني الفيديو يعني على راسي وشرف ليا والله. اي حد موجود معايا في القناه بيشجعني. النهارده جايه لكم بروتين كده خفيف وروتين جميل كده، بصوا كله نشاط وكله حيويه كده ورغاوي وحاجات جميله كده. يلا قومي بقى تنشطي معايا كده وما تسيبيش شقتك فيها حاجه خالص. والروتين دوت كان روتين يوم الخميس، عشان يوم الجمعة كده يصبح عليك الصبح تشغلي بقى البخور، وكمان تقضي يومك بقى في المطبخ، تعملي غداكي تعملي فطارك، وتكون شقتك كلها زي الفل. زي ما انتوا شايفين كده بدأت كده بغرفة الأطفال. كانت غرفة النوم يعني عندي خلاص خلصتها، ما صورتهاش معاكم. روقتها وظبطتها. وبعدين الغرفة دي غرفة الأطفال، الغرفة دي الهلك كله فيها والقعدة كلها فيها، فبتاعة الولاد يعني. فطبعا ايه انا مسكتها بقى كده. الفرش ده كنت فرشاه امبارح كان نضيف، فما غيرتهوش. طبقت بس كده للحفه وظبطت المخدات، نفضت السراير، لمعت كده معاكم السراير زي ما انتم شايفين، تلميعه كده على السريع، والشاشه وكل حاجه عليها تراب او بتلم تراب بسرعه، لمعتها. وكمان بدات بقى كده اظبط الغرفه زي ما انتم شايفين، وكمان مسحتها كده بشويه كلور على شويه اوكسي كده صغيرين عشان الاوضه تبقى متطهره كده وجميل. احلى حاجه بحب امسح بيها في الميه لازم احط شويه كلور. الكلور بالنسبه لي اطهر حاجه وانقى حاجه، لو مسحتش بيه بحس اني ما مسحتش بصراحه. لازم احط في الميه شويه كلور كده. بعد ما الارض بتاعتي بقى نشفت كلها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، فرشت السجاد كده. بصوا السجادتين اللي تحت دول قدام عندي، فبحطهم كده عشان يدارولي الفوارغ اللي باقيه من السجاده، لان السجاده عندي كنزه شويه فالسيراميك بيبان من تحتيها، فانا حطاهم كده زي ما انتم شايفين مداريين لي الاجزاء اللي بتبقى ايه باينه من جنب السراير عشان رجلينا يعني وكده. وده كان شكل الغرفه بتاعتنا. يا رب كده تكون عجبتكم وتكون نظيفه جميله كده، بقت زي الفل خلاص. وفاتحين مهويين الاوضه. يلا بقى ندخل على الريسبشن ونشوف هنعمل ايه فيه. هنا بقى دخلت على في الصالون بقى وكده، بس مسرعه لكم بس كده الايه السرعه شويه علشان ما تملوش، وعشان انا ما بحبش اضايق حبايبي مني، ما بحبش حد يمل وهو بيتفرج عليا، فبسرع لكم الفيديو. مسكت بقى الصالون كده، نفضته كده جزء وشلت كمان الخداديات والمخدات، وهنشيل بقى بصوا السجاده وهنظبط الدنيا كده النهارده. بما ان احنا ما بنقعدش في الصالون، فالسجاده مش بتبقى عندي متوسخه، ما فيهاش اي حاجه خالص، بس هي المشكله في التراب. وطبعا اي مكان لازم ان انت يبقى ايه يعني كل فتره، حتى لو ما بتقعديش فيه لازم ايدك تبقى فيه، لانه هو كده هيبقى مش نضيف يعني. بس ما كانش هيبقى مش نضيف من القعده ان محدش بيقعد فيه، فبرضو قله القعاد فيه برضو مش هيخليه برضو كويس. اللي هو ايه ايديكي مثلا مش هتيجي على النيش كتير، هتلاقي لم تراب. يعني ما تقوليش المكان ده انا ما بقعدش فيه ده نضيف مش هعمل فيه حاجه، لا طبعا. اي حاجه يا جماعه بيجي عليها تراب بتبقى محتاجه مننا ان احنا نظبطها ونلمعها، بتبقى محتاجه نظافه وعنايه. زي ما احنا بنعتني باولادنا وبنعتني بنفسنا، لازم كمان نعتني ببيوتنا وكمان بعفشنا وحاجتنا، بتبقى محتاجه مننا عنايه جدا. انت بتبصي للحاجه بقى براحه نفسيه، ان انت بعد كل دوت يعني بيديكي طاقه ايجابيه. طبعا بتبقي مرتاحه جدا وانت قاعده في الشقه، ان حاجتك التراب ده اصلا لو بصيتي له بيجيب طاقه سلبيه. فطبعا انا دلوقتي بدات الم الستاره، وكمان ايه نفضت الشباك كده تنفيضه صغيره من جوه،
وزعفت كمان الحاجات بقى بتاعت نورة اللي نازله دي كده من ساعه العيد ميلاد، بس انا كنت عامله لها عيد ميلاد يعني بسيط كده على قدها، كنت عاوزه افرحها بس يعني ما كنتش عازمه حد بصراحه، يعني كان احنا ما بيننا وما بين نفسنا كده، كان ليله راس السنه. المهم يعني ايه، كنست كده زي ما انتم شايفين، شلت الصالون كله، كنست من تحت كل حاجه عشان احس ان انا نظفت بجد، ما مسحتش من تحت الحاجه، لا انا زقيت كل حاجه من مكانها عشان اجيب الصاله كده ايه من بدايتها لاخرها. برضو زي ما انتم شايفين حطيت اوكسي وحطيت كلور، ومحطه اوكسي بسيط يعني مش بكتر الاوكسي كتير عشان ما يعملش رغاوي ويغير لي في السيراميك، بحب اقلله، المهم ان هو يديني ريحه حلوه، وكمان في نفس الوقت ما احسش ان الارض مجيره، والربس كده ما بيبقى كتير في الحاجه بيدي يعني بيبقى محتاج بقى ميه كتير بعد كده عشان ان انتي تبداي تتخلصي منه. وكمان بدات اجي على الدفايه دي كده زي ما انتم شايفين، لمعت كل حاجه حرفيا عليها، وكمان الماء. بصوا على السريع كده كل حاجه تبقى نظيفه وزي الفل، ما نكسلش عن حاجه وما نقولش لا ده عايزه وده عايزه، باللي موجود في بيتك. ما عندكيش ملمع، ما عندكيش حاجه، امسحي ببطانه، يا ما توقفيش نفسك على حاجه. يا جماعه احسن حاجه ان احنا ما نبصش لغيرنا ونقول الله بصوا دي بتعمل البتاع دي ايه، لا انا مش هعمل كده، انا ما عنديش، لا يعني احنا نخلي حاجتنا مش نضيفه عشان ما عندناش وما عندناش، لا طبعا. القماشه اللي انا ماسكاها دي اقسم بالله انا غسلت يعتبر البار بيها، كنت مبلها كده نص بله يعني كنت حاطه شويه ميه بشويه اوكسي بكلور برضو بسيط كده خالص، وبلتها اللي هو ايه عارفين بله بسيطه على الناشف كده. بصوا البار عندكم زي ما انتم شايفينه كده بيلمع وبيبرق، المهم ان احنا ما يبقاش حاجتنا فيها تراب، ما نبقاش يعني نبقى مستقبلين اي حد يجي بيتنا يلاقي بيتنا نضيف وجميل كده، لان هو بيتنا هو عنواننا. انا لو نضيفه في نفسي وفي اولادي لازم برضو ابقى نضيفه في بيتي، لازم ان ابقى نضيفه في كل حاجه. بس فطبعا احنا كلنا شطار ونضف بيوتنا، بس انا حبيت اديكم طاقه ايجابيه علشان لو انتم مكسلين على اي حاجه تقوموا تعملوها كده معايا، وبس يا رب كده اكون اديكم كده ايه معلومه ولو بسيطه او طاقه ايجابيه. بس زي ما انا ما بحب برضو ان انا اخد طاقه منكم، يعني انا برضو بقوم انضف الشقه وبقوم اعمل الفيديوهات عشان انا اشارك معاكم، يعني انتوا بتدوني طاقه وانا برضو بديكم طاقه. كمان بقى بصوا مسحت فتحت الباب كده ومسحت قدام الباب ومسحت الباب نفسه، مفيش ركن حرفيا في الصالون الا لما لمعته ومسحته، حطيت الترابيزه ولمعت الترابيزه وحطيت المفرش كل حاجه. جبت بقى كده القماشه دي كده عشان الباب ودخلت المطبخ عشان يعني ايه تحافظ لي على السجاده شويه. وده كان شكل الصالون بقى بتاعنا كده. بصوا يا جماعه والله العظيم انا بفرح جدا بعد ما بعمل الحاجه، بروح ابص لها كده كتير، يعني ببقى فرحانه ان الحاجه دي خلاص خلصت بقى وكده، وكنت شايله همها واخيرا عملتها. فيعني بصوا بيبقى بصراحه يعني المكان النضيف ده بيدي طاقه ايجابيه وراحه نفسيه كده جميله قوي. وده بقى كان روتين كده نشاط، يا رب كده تكونوا اتنشطتوا منه، ويكون الفيديو كده تحت ظنكم، واكون انا دايما خفيفه على قلوبكم وتكونوا بتحبوني. وشرف ليا اي حد يشترك في القناه، على راسي من فوق والله بجد. اتمنى ان انا اساعدكم بالفيديوهات وتشوفوا مني كل جديد باذن الله. وحطوا بقى ايه لايك للفيديو كده عشان تعبت النهارده فيه. اوعي تنسى اللايك الجميل بتاعك. مع السلامه.